ده دلوقتي. بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أول محاضرة في محاضرات الأزمي 9. إن شاء الله النهاردة هيكون الشرح مختلف، والكونتنت كمان هيبقى فيه جزء كبير جدا 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 من الحياة العملية اللي شاهدناها على أرض الواقع. خلينا متفقين إن الأزمي 9 لوحده مش هيأهلك إن أنت تقدر بشكل تام تجهز بي كيو ار او دبليو بي اس او تأهل حاجة. انت محتاج يكون عندك خبرة معينة، لان ناس بتعتقد ان ازم 9 هو المفتاح السحري. هدخل بشوية متغيرات، هشوف في الجدول المتغيرات ديت بتأهلني لإيه، هكتبها في الدبليو بي اس وهروح أقدمها وخلص الموضوع على كده. الحقيقة ان الموضوع مش كده خالص، لان الازم 9 نفسه بيقول لك انت لو التزمت بالبي كيو ار وبالتعليمات بتاعتي وفشلت فانا ما اعرفكش. دايما بيرميها عليك انت، ان الانجينيرنج جادجمنت هو المسؤول الاول والاخير. قرارك كمهندس هو اللي في الاخر هيوصلك للنتيجة اللي انت عايزها. فلما نيجي نتكلم على ازم 9 هنتكلم عليه ككود وكحياة عملية واجهناها وشفنا فيها مواقف، وهنحاول نربط كل الأكواد ببعض وكل المواضيع ببعض إن شاء الله يعني. أزم 9 بيتكلم بشكل أساسي على 3 محاور: بي كيو آر، دبليو بي إس، وولدر كواليفيكيشن. الناس لما جم يلحموا أو لما جم في بداية الأمر آه، يصنعوا فيزل أو يصنعوا بايب، في جونات كتير وفي لحامات كتير وفي ماتيريال أكتر. فأنا عايز حاجة تضمن لي إن أنا شغال صح. قال لك هنعمل بي كيو ار، نعمل عينة صغيرة بطريقة لحام معينة، وهناخد العينة ديت نروح نعمل لها اختبار شد واختبار بنت. لو نجحت يبقى أنا كده شغال صح. هعمل دبليو بي اس وانزلها للناس في الورشة هتشتغل عليها، وهتشتغل وأنا ضامن إن أنا شغال صح. لو ما نجحتش هعدل في اللي أنا عملته والحم من أول وجديد وأدخل تاني اختبار وأشوف هنجح ولا لأ. أول ما أنجح أعرف إن أنا شغال صح. طيب، هو انا اصلا هعمل ايه؟ يعني انا حد هيجيب لي حتة ماسورة جنبها ماسورة هلحمهم كده وخلاص؟ في حاجات هسجلها، طيب في حاجات هكتبها. ايه اللي هيحصل بالظبط؟ انا مش عارف. قال لك ازمة 9 تعالى بقى انا اقول لك هتعمل ايه بالظبط. عشان تعمل بي كيو ار محتاج اول حاجة تفكر فيها هي ايه البروسيس اللي انا هشتغل عليها. يعني ايه البروسيس؟ يعني انا هلحم سماو، هلحم جتاو، هلحم ساو، هلحم جماو. يعني هلحم كهربا ولا ارجون ولا اوتوماتيك ولا نص اوتوماتيك؟ هلحم ايه بالظبط؟ دي مدخلك دايما لاي بي كيو ار انت عايز تعملها. بعد ما بعمل البروسيس ديت بدخل على ازم 9. ازم 9 ادخل فيه على ايه بالظبط؟ قال لك ادخل على كيو دبليو 253. ماشي يا جماعه، اللي عايز يتكلم يتكلم. استاذ محمود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هو حضرتك بتقول ان احنا قبل ما نبدأ في لازم نعين، لازم بنحدد البروسيس اللي احنا هنمشي عليه. مظبوط.
طيب هو مين بقى اللي بيحدد البروسيس دي؟ انت. يعني بناء عليه بنحددها. ما انا هقول لك بناء عليك انت. يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي شغال في الموقع او في الورشة، عميل جالي قال لي احنا عندنا مواسير عايزين نلحموها. هتتلحم بايه يا جماعة؟ هنلحم كهرباء. مين اللي قال هنلحم كهرباء ده؟ يا انا كمقاول، يا انت كعميل. احنا اللي بنحدد بيننا وبين بعض، محدش بيجبرنا عليها. احنا اللي بنحدد. انت فهمتني؟ يعني بناء على المعطيات اللي عندي بنحدد بناء العملية. على المعطيات اللي عندك، انت مثلا معاك سلك كهرباء هتشتغل كهرباء عادي. وبناء على الفلوس، انت برضو لو عايز انتاجية وتنجز امورك هتستخدم جماو او فيكاو. لو عايز جودة عالية هتستخدم جتاو، بس هتبقى حاطط في الحسبان ان هو بطيء. بطء لحام الجتاو ده هيكلفك انت فلوس زيادة. فهمتني؟ اه تمام يا باشمهندس. فهي بتتحسب كده. فدي اول حاجة لازم تمام. نعملها. من غيرها هتوه في الازمي. طالما انت ما انتش عارف انت داخل تبحث على ايه بالظبط، لازم تبقى عارف وفاهم انت داخل تدور على ايه، على انهي بروسيس. هناخد مثال مع بعض دلوقتي ان احنا داخلين ندور على بروسيس اسمها سيماو، اللي هي الحامل الكهرباء. حد مش عارف سيماو يعني ايه يا جماعة؟ طب حد عارف سيماو دي اختصار لايه؟ شيلدد ميتال ارك ويلد. زي الفل. شيلدد ميتال ارك ويلد. تمام، الله ينور. هندخل بقى اول حاجة اول ما نفتح ازمي. احنا كده بسم الله الرحمن الرحيم جبنا العينة. اول ما هنجيب العينة هنحدد البروسيس اللي احنا هنشتغل عليها. زي ما قلنا هنحدد دي بناء على ايه؟ بناء على حاجات كتير قوي، من ضمنها واهمها الفلوس والوقت. هشوف ايه اللي هينجز معايا وقت والفلوس والجودة. كده كده انا هضمنها بالبي كيو ارات بتاعتي. هدخل على كيو دبليو 253 اللي هو ظاهر زي قدام حضراتكم على الشاشة كده بالظبط. هعوز منه ايه التيبل ده. التيبل ده احنا هنرجعوا له كمان شوية، هنفصصه واحدة واحدة. بس انا اول ما افتحه كده عايز منه ابص على حاجة واحدة بس. عايز ابص على الجزء ده. اسف، ديليت الحاجات دي. عايز ابص على الجوينت، عايز ابص على البيز ميتال، الفيلر، البوزيشن، البري هيت، والتكنيك، والبي دبليو اتش، والالكتريك كاركترستيك. الحاجات دي انا عايز اعرفها. هي ايه الحاجات دي؟ الحاجات دي اللي ازمي بيقول لك وانت بتعمل بي كيو ار خلي بالك منها. وانت بتعمل بي كيو ار خلي بالك منها. يعني لازم الجوينت الوصلة بتاعتك تبقى موجودة، تبقى انت كاتب لي وراسم لي بالورقة كده ايه الوصلة بتاعتك. البيز ميتال، الفيلر ميتال، الكلام ده كله في الاول بيتكتب بالجاف على ورقة. البي كيو ار ما بيتعملش على الكمبيوتر، البي كيو ار بيتعمل في الورشة تحت في المصنع. بيتعمل في المصنع ازاي او في الموقع ازاي؟ بجيب عينتين واجيب ورقة وقلم وابدأ اسجل كل خطوة بتحصل. طب هسجل ايه؟ هسجل هو ماشي امتى، هسجل هو بدأ شغل الساعة كام. مش هيشغلني الكلام ده. قال لك سجل لي شكل الجنطة. شكل الجنطة ازاي؟ يعني ارسم لي، ارسم الجنطة بتاعتك دي كانت شغالة ازاي، كان شكلها ايه. يعني هتعمل كده، هتعمل كده. شكل الجنطة دي ايه يا جماعة؟ واضح قدامكم؟ اه الفي شيب. دي سنجل ولا دبل؟ دي سنج.
دي سنجل. بعملها كده بالورقة والقلم زي ما انا عملتها كده، برسمها له كده لو انا شغال كده، واقول له ان الروت جاب 3 مللي مثلا، 3 مللي. ممكن نغير اللون يبقى اوضح. اقول له ان الزاوية ديت 60 درجة، بكتب كده فعلا. اقول له ان التخانة ديت 12 مللي. اقول له ان الماتيريال ده ايه 106. طب هو انا هعرف نوع الماتيريال ده منين يا جماعة؟ يعني انا هجيب اي ماسورة موجودة عندي في الموقع اعمل عليها بي كيو ار، ولا لازم الماسورة ديت يبقى لها شهادة؟ عايز حد يرد عليا. لازم شهادة لا مش أستاذ أي ام تي ماسورة، سي. هو دي ام لازم تي سي شهادة. بيختار فوق. الماتيريال من نشيك الام تي المخططات. سي مال الماتيريالز. مظبوط. يبقى انا اول حاجة لازم يبقى وانا بعمل عينة لازم الشهادة تبقى في ايدي، عارف ان الشهادة دي بتاعت العينة اللي قدامي دي. ليه؟ الشهادة دي مكتوب فيها التنسايل، مكتوب فيها التنسايل سترينث بتاعها، عشان لما اوديها تعمل اختبار وتفشل عند 200 ميجا باسكال ابقى عارف هي نجحت ولا فشلت. فانا مهم جدا ان انا معايا الشهادة بتاعتي. ده اللي يهمنا في شكل الجنطة، بيترسم كده على الورقة. تمام. بدخل بعد كده على البيز ميتال. البيز ميتال احنا قلنا كام؟ ايه 106. تمام. جه الناس بتوع عزمي قال لك انا عندي ماتيريال كتير قوي قوي قوي، والله انا بدل ما كل واحد هكتب له ال- البيز ميتال بتاعه كام واعمل له بي كيو ار جديد، انا هجمع كل الماتيريال اللي متشابهين في الكيميكال كومبوزيشن مع بعض وليهم نفس الكاركترستيك، وهحطهم واجمعهم في حاجة اسمها البي نمبر. تاني، الناس بتوع الأزمي قال لك طالما الناس دي كلها زي بعض وطالما الماتيريال ده كله شبه بعضه هنجمعوهم مع بعض كده ونحطوهم في كاتيجوري اسمه البي نمبر، وهرقمه. بي نمبر واحد بيضم مثلا، على سبيل المثال، بي نمبر واحد اهوت. الصورة دي واضحة قدامكم؟ حضرتك تكبرها تمام، شوية بس. مثل تكبير الصورة، تكبير الصورة، زوم زوم. واضح كده؟ تمام. تمام. احنا قلنا الماتيريال اللي احنا كنا شغالين عليه دلوقتي كان اسمه ايه؟ ايه 106 صح؟ امم باجي افتح كيو دبليو 422. باجي افتح ايه؟ كيو دبليو 422 وابحث في اول خانة على الشمال دي اللي هي اللي اسمها سبيكس نمبر، باسم الماتيريال اللي موجود معايا في الشهادة. باسم الماتيريال اللي موجود معايا فين؟ في الشهادة. موجود في الشهادة اس اي 36. خلاص هاجي انا فاتح كيو دبليو 422، اول ما يجي على ايد الشمال السبيكس نمبر هدخل عليها، والله اهي ايه 36. افضل ماشي 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 لحد لما الاقي البي نمبر. البي نمبر بتاعي كام؟ واحد. كويس اوي، انا كده عرفت البي نمبر بتاع الاي 36. عملت انا عينة على الاي 36 ونجحت. جيت انا شغال في الموقع بتاعي ولا في الورشة بتاعتي، جات لي عينة اسمها ايه 106.
اعمل لها بي كيو ار جديد، ولا البي كيو ار اللي انا كنت عامله على الاي 36 ينفع؟ ده سؤال. ينفع لأنهم نفس البيانات. لانهم نفس البي نمبر، صح. اكيد، مين؟ لان هو تعرف البي نمبر انه هو الريديوس البي كيو ار كواليفيكيشن. بالظبط. يبقى كده كل الناس بتقول ان هو ينفع. في حد عنده اعتراض؟ هذا شلون ينفع إذا تنسايل يختلف عن الثاني، كل معدل يختلف عن الثاني؟ اظن اني الجروب نمبر عنده دخل حتى هو. يعني التنسايل مال 1 58، الأي اس اي بالظبط 36. بالظبط. التنسيق مختلف فعلا. ماشي، يعني كده في حد ممكن ايه يقول احنا كده هنحتاج بي كيو ار جديد، صح؟ نعم. ماشي، في حد تاني؟ لا، اذا كان الجروب نمبر نفسه لا. لو الجروب نمبر نفسه يبقى انا مش نعم، محتاج بي يعني كيو ار فهمت. جديد. تمام. نعم. نفس الجروب ما اه، بيحتاج نفس اتوقع. الجروب، نفس الجروب. ما بيحتاج اذا على نفس البي، ما بيحتاج بي كيو ار جديد، ما بتحتاج. زي الفل. بغض النظر عن التنسايل قديش بيكون. ممتاز جدا. يبقى احنا كده الثلاث لانه اجابات. لانه لانه يا ايوه، باشمهندس، هذول اساسا محطوطات في جروب واحد. بالظبط، مظبوط. شكرا. شكرا. كده الثلاث اجابات بتوعنا. اول اجابه، مش محتاج اعمل بي كيو ار طالما نفس البي نمبر. الإجابة التانية، أنا محتاج أعمل بي كيو آر لأن التنسايل مختلف. الإجابة التالتة، لو البي نمبر والجروب نمبر متشابهين فأنا مش محتاج أعمل بي كيو آر. الحقيقي إن أزمي قال لك البي نمبر بس لو متشابه فأنت مش محتاج تعمل بي كيو آر، بغض النظر عن الجروب نمبر وبغض النظر عن التنسايل. يعني زي ما احنا ملاحظين إن ال A36 التنسايل بتاعه 400 ميجا باسكال، الاي 106 التنسايل بتاعه 330 ميجا باسكال، بس هما نفس البي نمبر. قال لك لو اهلت اي واحده فيهم تاهل الباقي حتى وهم مختلفين في التنسايل. قال لك حتى لو هم مختلفين في التنسايل. طب الجروب نمبر ليه علاقه؟ قال لك الجروب نمبر ملهوش علاقه خالص بالموضوع ده. بس قال لك احسنت. نقطه تانية تخلي كل الكلام اللي انا قلته ملوش لازمه، وهو ذاكرها في قلب ازمي. الكلام ده كله هنتعرض له المحاضرة الجاية بقى، الستيتس دي نفسها. قال لك ايه؟ قال لك انا قلت لك فعلا ان لو البي نمبر متشابه ما تعملش بي كيو ار، لان ده هيضمن لك ان انت العينة بتاعتك تعدي، بس مش هيضمن لك ان هي تفضل شغالة بشكل كويس. بمعنى ايه؟ ان الازم بيخلع نفسه. قال لك لو انت نشفت دماغك وعملت وعملت بي كيو ار على الاي 106 وجات لك في الموقع حاجة ايه 36 وما عملتش بي كيو ار جديد، وبعد شهر حصل كراك فيها، فانا مش مسؤول. ولو العميل جه يرخم عليك وانت بتلحم وخد عينة راح عمل لها تنسايل تيست وفشلت، فانا برضو مش مسؤول. ما تجيش تقول لي ده البي نمبر متشابه، هقول لك انا ما اعرفكش. يعني ايه؟ يعني هاي الازمي، هاي هاي يعني الازمي بيخلع نفسه من الموضوع ده. فدي نقطة مهمة يعني جدا جدا جدا. يعني الازمه باشمهندس، يعني الازمه هون اخلى مسؤوليته بالنسبه بالظبط للميكانيكال تيست اللي بدك تعمله انت عليهم. بالظبط. وكمان طيب هسه السيرفيس كونديشننج الاوبريشن كمان بتاعها. قال لك لو حصل انهيار اثناء الاوبريشن، بعد شهر، بعد اسبوع، بعد يوم واحد، انا مش مسؤول. وما اضمنلكش الكلام اللي انا بقوله لك. يعني ما اضمنلكش ان ال- انا عشان قلت لك ان ده نفس البيو نمبر فده نفس الكاركترستيك بتاعه. باشمهندس، بس لحظه شوي، نتوقف هون شوي لو سمحت. أؤمر. هلا هو اذا بده يحصل، شكرا شكرا من ذوقك والله. هلا اذا حصل انهيار، هو بتوقع في شغله هون مش مقروءه، يعني انا مش فاهمها، يعني بدي ايوه، اياك توصل لي اياها. أؤمر. انه حسب وين راكبه هاي الماسوره، او وين راكب هذا العنصر.
ولا ولا انا فاهم غلط؟ لا يعني هو على أيوة. بويلرز. طيب كويس. هلا اذا بده، اذا عمل ميكانيكال تيست مم. ونجح الميكانيكال تيست، خلينا نحكي انه نجح فرضيا. كويس. بعدين بده يروح، هسه بقول لك بعد فتره من الزمن، بعد شهر شهرين ثلاثه، بغض النظر عن المده، انه صار عندك مشكله في الجوينت هاي، صار في كراك او صار في شيء، بغض النظر عن الديفكت اللي بده يصير. ايوه. هلا هلا هو ذكر لك في الازمه هنا انه نوعيه الماده اللي بتكون فيها هاي الانبوب، ايش بده يمرق في الانبوب او على ايش بتشتغل، ولا سواهم كلهم في بعض؟ يعني لا هو مثلا. الازمي ملهوش دعوه بانت هتشغل فلويد ايه جوه البايب، ملوش دعوه نهائي. شكرا، شكرا جزيلا، شكرا. العفو. العفو. نعم، لانه هاي كانت غامضه بالنسبه لي. هو الازمي بيضمن لك ان الجنطه دي هتنجح. انت شغلتها في البحر انت حر، شغلتها في اه، البر انت حر، شغلتها في غلاية انت حر. اللي بيحدد كده ايوه، مين؟ ايوه، الكونستراكشن كود والمهندسين. تمام. اذا بدنا هسه في هاي الحاله بدنا نرجع للكود، اذا بدنا نشغلها يعني وين بدنا الكونستراكشن نشغلها، بدنا كود اللي نرجع. موجود، ايوه. شكرا، شكرا. تفضل العفو. باشمهندس، تفضل. تفضل. يبقى انا كده جات لي، نرجع تاني مع بعض للورقة دي. معلش يا باشمهندس، سؤال أم. بس. هو حضرتك قلت إن نفس البي نمبر مم. يخلي العملية تنجح، بالظبط. لكن ما يضمنلهاش إنها تعيش. الله ينور ففي عليك. الحالة دي نعمل إيه بقى؟ يعني مثلا، هل نعديها ونسلمها وخلاص وملناش دعوة بقى باللي بص، بيحصل بعد كده، ولا هو الأضمن نعمل بيكو ار جديدة بحيث تعيش؟ ما هو ده على حسب. ال 90% من الشغل الحقيقة ما بنعملش بيك ار جديد. يعني اللي انا بقوله لك ده ممكن يحصل 1%. لو العميل اللي هو بيستلم عارف ظروف التشغيل بتاع البرودكت ده. لو انا مثلا العميل عليك وانت المقاول بتاعي، انا عارف ومش واثق في المادة بتاعت الحقيقة، فهطلب منك بيك ار جديد، وانت مطالب ان انت تنفذ لي الكلام ده. ليه؟ لان انا ما خالفتش الازمي. يعني لو انت قلت لي يا هندسة انا مش هنفذ، هقول لك لا، هجيب لك الفقرة اللي بتقول كده في الازمة وهتنفذ. طيب 90% من الشغل ولا 95% من الشغل، البي نمبر ما بتأهلك لنفس البي نمبر وما بنحتاجش نعمل بيك ار جديد. باشمهندس، سؤال صغير بس لو سمحت. اتفضل. فضلك الله. هلا لما بيكون عندي مثلا على اي 106، عندي ماشي. مثلا الماده اي 106 التنسايل، مثلا انا بحكي مثال، انا تمام. مثلا عليها التنسايل 400، ماشي. وعندي ماده ثانيه، عليها اي 156، خلينا نحكي ماشي. عليها التنسايل 600. هل حلو. اذا عملت لل 600 بيأهل ال 400 اوريدي بدون بي كيو ار، بغض النظر عن الجروب؟ هم من بالظبط. نفس بالظبط، طالما بيأهلها. طالما نفس ازاي البي ازاي نمبر اعمل؟ خلاص. اه، هي طالما هي نفس البي نمبر. لكن خلاص. اذا اجى الاشراف بده يستلم مني عشان ما يشتغلش علي، اذا كانت اعلى بقدر احكي له انه هاي اعلى، ال 600 اعلى من ال 400، فاوريدي تاهلت هيك، بزبط. مظبوط جدا. شكرا. العفو. مريقلة هذا تصحيح. طيب انا كده جات لي العينة، جهزتها وكتبت عندي في الورقة بتاعتي كل الكلام ده كله بيتعمل في ورقة ابتدائية الأول. دخلت عرفت البي نمبر كام، وحددت نوع السلكة اللي أنا هشتغل بيها. إحنا في الأول حددنا البروسيس صح، اللي هي كانت سماو. حد يذكر لي نوع سلك من أسلاك السماو الفيلر ميتال اللي إحنا بنستخدموه؟ 70 18. 70 18. 60 10 نعم. 60 10 للروت والهوت. أشهر سلك في الدنيا السلك الكهرباء، عشان كده إحنا بدأنا بيه النهاردة. طيب انا اعمل ايه بقى؟ اكتب ايه عندي؟ اكتب شغال بسلكة 70 18 بس. لا، اه. بزبطش. بدك الروت باص اول شيء، 60 10 اللي حكوا عنه الشباب، كلامهم كويس. صح. هبدأ بالروت باص اللي هو 60 10، هكتب في الورقة بتاعت 60 10. نعم، او حلو. 60 11. مفيش مشكلة. هاجي افتح التيبل كيو دبليو 432. ايوه. كده انا فتحت الازمة كام مرة؟ 3 مرات.
مرة عشان اشوف الفاريبل بتاعتي لما حددت البروسيس، مرة تانية عشان اشوف البي نمبر، مرة تالتة دلوقتي عشان اشوف الاف نمبر. هدخل على الكيو دبليو 432 واجي على الصف ده. اقراه ازاي؟ بقراه دايما باخر رقمين. يعني لما حد يجي يقول 70 10، مش هنلاقي هنا حاجة مكتوبة اسمها 70 10، بس هلاقي اخر رقمين فيه اي حاجة اخرها 10، يبقى هي دي السلكة بتاعتي. فدهيت هناخد ال70 10 على سبيل المثال. عندي الاي اكس اكس 10، 70 10، هكتبها في البي كيو ار كده بس، ولا أستاذ لازم في ممكن حاجات تانية اكتبها أستاذ جنبها؟ أستاذ ممكن تعيد لنا كيفية تعيين اللحام عمود اللحام من فضلك. علي صوتك طيب بس عشان مش سامع كويس بعد اذنك. ممكن بس تعلي الصوت عشان ما سمعتش كويس. أستاذ من فضلك أعد كيفية اختيار عود اللحام. اه، اختيار عود اللحام بناء على رغبتك انت فقط، واختيار الويلدنج انجينير. مفيش حد بيقول لك تستخدم سلكة ايه او عود اللحام ايه، انت اللي بتستخدمه. احنا بس هنخشه ازمي، هندوره عليه نشوفوه فين، بس نشوف الاف نمبر بتاعه كام. ده كل اللي احنا هنعملوه. انما مين اللي هيختاره؟ انت اللي هتختاره. تمام. هل هناك فرق يعني من ناحية الجودة بين عود لحام أو أفضل جودة كيفية اه يتم طبعا الاختيار؟ طبعا طبعا. كل سلك ليه خصائصه، وكل سلك ليه النتيجة بتاعته اللي في الآخر هتأهلك ليه. هندرس ده مع بعض كله إن شاء الله. أنا حابب بس أعرف الناس إن دي مش آخر محاضرة. يعني إن شاء الله الكورس مكمل معانا على مدار 5 محاضرات إن شاء الله بإذن الله. هتبقى في خلال الأسبوع الجاي مواعيدها كلها هتنزل إن شاء الله، يعني فكل حاجة هنغطيها كلها مع بعض إن شاء الله. فانا كده اخترت السلكه بناء على رغبتي انا. هدخل كيو دبليو 432، ودي المره الثالثه كده اللي انا هدخل فيها ازم 9 لحد دلوقتي. عايز اكتب ايه؟ هكتب السلكه بتاعتي اللي هي 70 10، وهكتب الازم سبيسيفيكيشن اللي هي كام؟ اس اف اي 5.1. دي مهمه جدا. وهكتب تحتيهم في السطر اللي تحتيهم بالاف نمبر، وده مهم جدا. يبقى تاني، اللي انا هختاره ايه؟ السلكة بتاعتي اللي هي كانت اي 70 18 او اي 70 10، فاحنا اخترنا كلنا مع بعض دلوقتي 70 10. حد اجبرنا على الكلام ده؟ محدش اجبرنا عليه. طيب، آه ايه اللي الكود هيجبرنا عليه، او ايه اللي الكود هيقول لي امشي عليه؟ هيقول لي والله بقى طالما انت اخترت الاي 70 10 دي، فدي السبيكس بتاعها 5.1. هتفيدني في حاجة؟ هتفيدني في حاجة بعدين. والاف نمبر بتاعها رقمه 3. طب حد يسألني سؤال، ده احنا البي نمبر كنا بنقسموه بناء على ايه؟ على الكيميكال كومبوزيشن بتاعها والكاركترستيك بتاع كل مادة. وقلنا طالما المواد متشابهة مع بعض في الكيميكال، هنجمعوهم كلهم ونحطهم في حاجة اسمها بي نمبر 1. طيب الاف نمبر ده متقسم على نفس المبدأ، يعني كل الأسلاك المتشابهة في الكيميكال حطيناها في اف نمبر 1، واللي متشابه في الكيميكال تاني حطيناه في اف نمبر 2، وهكذا؟ ولا في أساس تاني قسمنا عليه الاف نمبر؟ ممكن حد يجاوب من الإخوة؟ اف نمبر ده تصنيفه بناء على اليوزابيلتي، سهولة استخدام الأسلاك. يا سلام، أيوة كده. والله سمعنا الإجابة كمان مرة لو سمحت. أخونا المهندس قال إن الإف نمبر بيعتمد على اليوزابيليتي. يعني يا إيه؟ سلام. يعني على سهولة الاستخدام بالنسبة للحام. يا سلام يا سلام، صح. فإحنا كلامه جمعنا صح. أسلاك الغرز وحطيناها مع بعض
في سلكة اسمها اف نمبر 3، والاسلاك من 15 ل 48، 15 و16 واخرها 18 وهكذا، جمعناها في اف نمبر 4، واللي اخره يا هندسة 20 معلش و22 و24 وهكذا حطيناه في اف نمبر 1. معلش يا هندسة، وأنا كان بيتهيألي إن الإف نمبر يعني برضه بيعتمد على البنتنج تيست أو فراكشر تيست. لا، هو على التحديد بتاعه على اليوزابيلتي بالنسبة للحام. ليه؟ لان هي بتفرق معايا بس بالنسبة لتأهيل اللحامين. ما أيوه، يعني هي بتفرق على بالنسبة لتأهيل اللحامين، على بالنسبة ل يعني المواد اللي هي بتختبر عند درجات حرارة منخفضة خالص، فبيحصل لها ممكن يحصل لها زي فراكشر مفاجئ. اه، قصدك البريتل بس فراكشر انت يعني؟ قصدك على الجروب نمبر. اه بالظبط. جروب لا، نمبر الجروب نمبر ده والميتال. ده لما بنحتاج فيه التفنس، ده لسه في حاجة تانية دلوقتي، والإمباكت لسه هنتكلم عليه دلوقتي. ده مش ده غير اللي في نمبر. الجروب نمبر ده بيبقى تصنيف بقى على الإمباكت والتفنس والترانزيشن ما بين الأبر واللور تمبريتشر. قصة تايتانيك بقى، قصة حياة تايتانيك لما السفينة خبطت في الآيسبرج، ده قصة تانية خالص. هنوصلوا لها برضو بس مش دلوقتي يعني. تمام. بس يا أستاذ، أؤمر. الفيلر ميتال هذا عنده كيميكال كومبوزيشن. مظبوط. ايه، والكيميكال كومبوزيشن عندها علاقة بالاف نمبر. لا، ملهاش علاقة. عندها علاقة بالاي نمبر. الله ينور عليك. ما هو ده بقى اللي احنا لسه هنقوله تاني، ما تستعجلوش يا جماعة. لسه الايه نمبر جاي في السكة دلوقتي. احنا بس بنتكلم على اف نمبر. باشمهندس، أؤمر. انت قلت الاف نمبر بتعتمد على السهوله مثلا. طب انا مثلا كل ما اعلى كده مثلا السهوله يعني بيبقى استخدام السلك ايوه، اصعب. الله ينور عليك. ده بقى ايه ده بالظبط اللي احنا جايين نقوله النهارده في الكورس، ان ده الخطأ الشائع لمعظم المهندسين، وبنسهل على بعض، فاحنا نقول المعلومة ايه عامة. لا، هي مش كل ما نعلى الموضوع يقف خالص، مش كده خالص. ولما نيجي لتأهيل اللحامين خليك فاكر النقطة دي بالذات عشان هنتكلم فيها كتير قوي. النقطة اللي انت قلتها دي، لان دي تمام يا نقطة مهمة باشمهندس. جدا جدا جدا. تمام. ماشي يا هندسة. يبقى انا كده الحاجة اللي انا اخترتها كانت السلكة. هدخل الازمي كيو دبليو 432، هطلع السبيكس بتاعها اكتبه، هطلع الاف نمبر بتاعه اكتبه. في حاجة تانية هعملها، في حاجة تانية هعملها. اخر حاجة الاي نمبر. وهنقف هنا شوية قبل الزوم ما يفصل. الزوم هيفصل كمان 4 دقايق. بس بعد إذنك، هو المحاضرات دي مسجلة؟ مسجلة ان شاء الله. تمام. اخر حاجة تهمني انا وانا شغال في البي كيو ار، ان انا ابقى عارف الاي نمبر بتاع السلكة بتاعتي. الاي نمبر ده بقى اللي بيعتمد على الكيميكال كومبوزيشن الخاص بالسلكة. ومن التعريف ده عايز اسأل سؤال بسيط جدا. هو انا لو راح دلوقتي لو لسه لحمت وداعش لا يعني لا. ايه؟ تفضل تفضل باشمهندس. تمام ماشي. عايز اسأل سؤال. انا لا دلوقتي تعيد القسام يا سيدي، نسيت لو خرا هذا واش. لو لحمت عينة بالمنظر ده، هلحم عينة كده 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 كده. الجزء المدور ده الولد ميتال، والجزء ده هسميه ميكس مثلا ام، تمام ما بين تمام تمام البيز ميتال والولد ميتال. تمام. وانا عايز اعرف الايه نمبر بتاع السلكة دي. هاخد عينة احللها. هاخد عينة من انهي حتة في الجنطة؟ من النقطة دي، ولا من هنا، ولا من انهي حتة بالظبط؟ من الميكس. المفروض من الميكس باشمهندس. من المفروض الميكس. المفروض المفروض تكون قريبة على الهاز، يعني أقرب شيء على الهاز المفروض تكون قريبة. تمام ماشي. عايز اجابات. اللي مين تاني نمبر دي هيجاوب؟ للديبوزيت سنتيمتر.
الديبوزيت. لا المفروض، لا المفروض انك تاخذ عينه كامله منها كلياتها يا هندسه. ماشي يا باشمهندس قاسم. ايه تاني يا جماعة؟ من الديبوزيت ومن الميكس وايه تاني؟ نص الجنط هندسة بحيث تكون الولدد ميتال بس. نهاية السلك. صح يا مصر. أزمي قال لك لما تيجي تاخد عينة من الاي نمبر، من اللحام عشان تحلله اي نمبر، لازم ولا بد يكون undiluted ويل، يعني لحام ما لمس البيز ميتال. يعني دايما ابعد عن الحواف وخليني في السنتر. نقول تاني الحتة دي، لما اجي اخد عينة عشان احللها عشان احدد الاي نمبر، لازم ابعد عن الحواف واخد لحام خالص مصفي، ما احتكش ولا قرب من البيز ميتال. اه صحيح، لانه بحكي عن الكيميكال هون. الله ينور عليك. لانه الموضوع بحكي عن منتهى البساطة. التركيبه. كلامك صح. ومصر ام الدنيا فعلا. السؤال هنا بقى، هل اتفضل. ينفع اخد الاي نمبر من الشهادة بتاعت السلكة؟ يعني هل ينفع انا كمهندس اشغل دماغي اشوف الكيميكال بتاع السلكة واقول اه ده قريب من الاي نمبر 1 وخلاص، وما اعملش عينة والكلام ده؟ هذاك رقم الطبقه ملوش علاقه. بالظبط. هو كده الزوم هيفصل. طيب متى بدنا نرجع؟ ولا المحاضره الجاي؟ لا، هو احنا هنرجع تاني دلوقتي مع بعض ان شاء الله، بس بياخد 10 دقايق قبل ما يرجع. طيب سؤال خارج النص، هي المحاضره قديش كم وقتها يا مهندس؟ هو ان شاء الله السيشن الجاي ده يعني وخلاص، يعني كمان نص ساعة ان شاء الله. بعون الله تعالى، اذا بننتظرك 10 دقائق بعون الله. خلينا